السلام عليكم. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هتكلم معاكم عن قصه يعتبر القصه ديت يعني من اجمل او من اعجب القصص اللي انا سمعتها في حياتي بجد، عن الاستغفار وعن روعه الاستغفار وجمال الاستغفار. كل ما اقرا القصه ديت، كل ما قصدي اسمعها، بحس ان انا عايز استغفر ربنا دلوقتي، مش عايز ابطل استغفار من جمال الاستغفار. لو انت مهتم اسمع الفيديو، وانصحك طبعا تسمع الفيديو ده لان الفيديو ده مهم جدا. فجاهزين؟ يلا بينا. ذكر ابن الجوزي في كتاب مناقب الامام احمد، طبعا عارفين الامام احمد بن حنبل. الامام احمد بن حنبل كان مسافر لبلد من البلدان. المهم كان معروف يعني من زمان، كان دايما العلماء بيسافروا من بلد لبلد، هم دايما معروفين باسمهم، معروفين بالكتب بتاعتهم، بس العالم مش بيبقى معروف بشكله. كانش في نت ولا كان في تصوير ولا كان في الكلام ده. كان العالم معروف ومشهور جدا، بس معروف بايه؟ باسمه او بالكتب بتاعته، انما شكله ما يعرفش شكله. يعني ممكن العالم يبقى ماشي جنبك في الشارع كده وانت ما تعرفوش، يبقى بيصلي جنبك في المسجد وانت ما تعرفش ان ده العالم الكبير احمد بن حنبل. فالمهم الامام احمد بن حنبل سافر يعني لبلد معينه، وراح صلى العشاء وريح شويه كده في اخر المسجد، كده خد ركن وريح شويه. جه الحارس قال له قوم، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، اطلع بره، عايز اقفل المسجد. ما يعرفش طبعا ده الامام احمد بن حنبل. فالامام احمد بن حنبل قال له يعني انا عابر سبيل، شيخ كبير، سيبني اريح شويه في المسجد. قال له لا، هتطلع انا هتطلع. الامام احمد بن حنبل طلع، فنام فين؟ طلع بره، قعد عند ايه؟ العتبه بتاعه باب المسجد وريح. برضه الحارس جاله تاني قال له امشي من هنا، ما ينفعش ايه تقعد في المكان ده قدام المسجد. الحارس كان يعني كان غليظ، وكان يعني ايه، كان عنده شده كده وقسوه. فراح شادد او جرجر الامام احمد بن حنبل امام السنه، راح شده ورماه في نص الشارع، شده من رجليه ورماه في نص الشارع. فطبعا يعني لما يحصل كده مع امام السنه، حاجه عمرها ما حصلت، وبعدين ده كبير في السن، فما ينفعش خالص اللي هو عمله ده. فمين اللي شاف الامام احمد بن حنبل؟ الخباز كان ليه محل قدام المسجد، فشاف الامام احمد بن حنبل، طبعا ما يعرفش ان ده برضه مين؟ الامام احمد بن حنبل. فقال له ايه، تعالى بيت عندي في الدكان لحد الصبح. فالمهم الامام احمد بن حنبل دخل وحط الشنطه بتاعته يعني ايه مسند كده، ونام ريح شويه. فالخباز واقف بيخبز، بيعمل عجين او بيخبز العيش. فالامام احمد بن حنبل بيبص عليه، فلقاه طول ما هو ماسك بيدخل العيش في الفرن يقول ايه؟ استغفر الله، غيره، سبحان الله، الحمد لله، الله اكبر، عمال يسبح ربنا سبحانه وتعالى ويذكر ربنا. فالامام احمد بن حنبل ساله، قال له منذ متى وانت على هذا الحال؟ من امتى وانت على الحال ده؟ فالراجل الخباز قال له استغرب، قال له اي حال؟ قال ذكر الله. فقال منذ سنين، من زمان ولا على كده. فالامام احمد استغرب، فقال له ما تعبتش؟ الواحد مننا لو قعد يستغفر ربنا شويه ممكن يستغفر 5 دقايق، 10 دقايق، ربع ساعه، بس مش طول الوقت عمال يستغفر، هيتعب. النفس ذات نفسها يعني بتمل. فالخباز قال له ايه؟ متعود. النفس بتاعتنا بقدر ما تعودها، انت عودت نفسك على حاجه معينه، هتلاقي نفسك مع الوقت عمال ايه، يبقى الحاجه دي بالنسبه لك عاديه. يعني انا مثلا دلوقتي بصور قدامك الفيديو اهو، هل التصوير الفيديو ده زي اول فيديو انا صورته؟ اكيد لا. دلوقتي انا اتعودت خلاص، بقيت بعرف اتكلم قدام الكاميرا. فهي الفكره في كده، النفس بقدر ما تعودها. فانا احمد ساله سؤال تاني وقال له ماذا وجدت من بركه كثره ذكر الله؟ ربنا سبحانه وتعالى كريم، فاذكروني اذكركم، بعدين اذا احبك الله بارك لك في كل شيء. انت ربنا بس يحبك هيبارك لك في كل حاجه. فرد عليه الخباز وقال له، قال ما دعوت الله دعوه الا اعطاني اياه. سبحان الله، الا دعوه واحده، ويعني انا مستني لسه الاستجابه بتاعت الدعوه دي. فالامام احمد قال له ايه؟ قال ان ارى الامام احمد بن حنبل. فشوف سبحان الله، الامام احمد بن حنبل رد عليه قال له ايه؟ ها هو الله قد جاءني بك مجرجرا الى مخبزك. شوف، جاي متجرجر لحد فين؟ لحد المخبز بتاعه، بسبب كثرة ذكر الله. استنى بس استنى، انت شفت الجمال؟ الامام احمد بن حنبل امام السنة جاي متجرجر، او مش متجرجر، جاله لحد عنده، وهو يعني مين؟ ده خباز، يعني مش عالم مثلا او كده، لا ده العكس. ده عشان خاطر ايه؟ كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. فانت عايز تنجح في حياتك، عايز ربنا يحقق لك اي حاجه انت عايزها، عايز تكون سعيد، عايز ربنا يديك فلوس، بص عايز اي حاجه، اذكر ربنا سبحانه وتعالى. شوف بقى انت في المواصلات، انت قاعد مستني حد، مستني واحد صاحبك ولا حاجه، طالع على السلم، في الاسانسير، مش بص في اي وقت استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، الله اكبر، لا اله الا الله. اذكر ربنا على قد ما تقدر، بقدر ذكرك لله بقدر البركه في حياتك. بس ف مش لاقي كلام تاني اقوله. القصه جميله جدا جدا جدا، واحفظها عندك واسمعها على طول. يعني انت كل فتره كده افتح الفيديو واسمع القصه دي، هتتبسط بيها قوي، لان انا من القصص اللي انا برضو بتبسط بيها جدا، كل ما اسمعها بتبسط بيها. فيا ريت تحفظ القصه ديت عندك. وبكده تكون خلصت قصه النهارده. استنونا فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.